بسم الله الخالق الحي الناطق. الباب الثاني من مناظرة البطريرك طيماطيوس الأول بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في القرن السابع مع خليفة المهدي في العصر العباسي الأول. الباب الثاني والسؤال عن يسوع المسيح ابن مريم العذراء القديسة. قال الخليفة للبطريرك: أما تقولون أن يسوع المسيح ولد من العذراء مريم؟ الجاثوليق: أما من حيث هو الكلمة فمولود من الآب ميلادا أزليا فوق الأزمنة بلا وقت ولا فصل، أي لم ينفصل عن الآب بما أنه الكلمة. أما من حيث ناسوته فمولود من العذراء مريم بما أنه إنسان في زمان محدود معروف بغير جماع، أي بغير زواج ولا انفكاك في عذورية مريم، فبقيت العذراء مريم عذراء حتى بعد الولادة. فقال الخليفة: أما حبلها من غير جماع فمكتوب ومعروف، أما ولادتها مع بقاء عذرتها فكيف يمكن هذا؟ تفسير. وهنا أيها الإخوة نقف لحظة لنفهم جواب الخليفة عندما يقول أما حبلها من غير جماع فمكتوب معروف، لأنه في القرآن مذكور ولا جدال فيه. وبالفعل يقول القرآن في سورة آل عمران الآية 64: قالت رب إنا يكون لي ولدا ولم يمسني بشرا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكن. وفي سورة مريم الآية 19: قالت إنا يكون لي غلام ولم يمسني بشرا ولم آك بغيا. وقال أيضا في آية 20: قال ربك هو علي هين ولنجعلها. وهذه الآية تتطابق مع آية إشعياء الذي قال عن ولادة المسيح: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. وفي سورة الأنبياء كذلك في سورة التحريم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية للعالمين. هنا يذكر كلمة آية كما ذكرها إشعياء. وهذه هي المعجزة، هي أولا أن تلد مريم ابنا من دون جماع أو زواج، وبعد أن تلد تبقى عذراء. من هذه الآيات يتضح أن حبل مريم بالسيد المسيح تم حسب القرآن أيضا من غير جماع. ولم يمسني بشرا يقول الإنجيل والقرآن، ولكن الخليفة يضيف: أما ولادتها مع بقاء عذرتها فكيف يمكن؟ فالمسلمون لا يقرون بأن مريم بقيت عذراء في ولادتها وبعد ولادتها بالسيد المسيح، وقد يجدون إشارة تبرر ذلك في سورة مريم: فحملتها فانتدبت بها مكانا قسيا فأجاءها المخاض إلى جذر النخلة وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وفي المخاض وفي رغبتها في أن تموت قبل هذا المخاض إشارة إلى أن ولادتها كانت ولادة طبيعية. رد الجاثوليق عليه فقال الجاثوليق: أما بالنسبة إلى عادة طبيعتنا أو طبعنا فلا تحبل امرأة بغير جماع ولا تلد مع بقاء عذرتها. أما بالنسبة إلى قدرة الله فالأمران متيسران، لأنه سهل ويسير لله أن يعطي هذه القدرة لمريم. وكما أمكن أن تحبل بغير جماع
أمكن أن تلد مع بقاء البتولية. والمثال على ذلك خروج حواء من جنب آدم ولم ينشق جنب آدم، وتولد الشعاع من قرص الشمس بدون انشقاق الشمس، صعود يسوع المسيح بعد القيامة إلى السماء من غير انشقاق في جلد السماء، وأيضا كل ثمرة تولد من الشجرة بدون انشقاق في الشجرة. كما أن ولادة الابن من الآب أزلية عجيبة، هكذا الولادة الزمنية من العذراء مريم عجيبة أيضا. تفسير: فمعنى مرطيماطيوس في هذا الجواب أي أنك غير منطقي أيها الخليفة عندما تقبل الفكرة الأولى وترفض الثانية، أما أن ترفض الاثنين معا حسب عادة الطبع أو أن تقبل الاثنين معا اعتمادا على قدرة الله الذي يستطيع كل شيء. هنا نرى كيف يجادل طيماطيوس بالعقل اعتمادا أيضا على القرآن. وإليكم الجواب من العلامة يحيى ابن عدي الفيلسوف المسيحي، يقول: إن برهان ذلك عندنا أن لما وجدنا مريم الطاهرة قد اختارها الباري تعالى للظهور منها دون سائر العالمين، علمنا أنها في غاية الفضيلة أي مريم، وأنه غير جائز أن تكون فيها رذيلة، ولما كان من الفضيلة إماتة الشهوات. صح عندنا أن إماتة الشهوات موجودة لمريم، وصح بهذا أن لا تطلب الجماع للشهوة، وصح عندنا أيضا أنها لا تطلب الجماع لطلب النسل بدوام بقاء من ولادتها. أي لو كان الجماع لا يطلب إلا الشهوة أو النسل، فإن الجماع أو الزواج هو قد أعطي للإنسان ليزيد من نسل الإنسان، أو قد يكون للشهوة، وهذان غير موجودان في مريم الطاهرة. يقول ابن عدي أيضا أن الجماع يطلب إما للشهوة، وهذا مرفوض فيما يخص العذراء مريم الطاهرة لأنها وصلت إلى قمة الفضيلة فترفض الشهوات. أما أن يطلب الجماع لطلب النسل، وهذا غير ممكن لمريم لأن النسل يطلب لبقاء البشرية، وهي لا تحتاج إلى ذلك، إذ أن ابنها بقى ويسترسل قائلا: كما لم يوجد غيرها ثبتت عذرتها بعد ولادتها، كذلك لم يوجد سواها والدة من غير جماع، فثبوت عذرتها بعد الولادة أصدق شاهد لها ببعد الجماع عنها. هذا الرأي هو رأينا في حوار مرطيماطيوس. أما عن سؤال الخليفة عن طبيعة يسوع المسيح شخص واحد في طبيعتين، إلهية وإنسانية أو بشرية، هكذا تؤمن كنيسة المشرق الآشورية. هو شخص واحد وليس شخصين كما يدعي البعض. الخليفة كيف ولد الأزلي ولادة زمنية؟ الجاثوليق: إن الكلمة بما إنها إله اتخذ من مريم جسد بشري في اتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية أو الإنسانية في شخص واحد يسوع المسيح ابن الله. ليس هما شخصان، بل هو شخص واحد يسوع المسيح ابن الله والله المتجسد. الخليفة: فإذا هما اثنان. الجاثوليق: مع إقرارنا ونؤمن بأنه واحد لا اثنان. لسنا ننظر إلى الجوهرين أي إلى الطبيعتين هما ابنين، أي لا يعني أن يسوع المسيح هو شخصان، وحاشا أن يكون ذلك، لكنه مسيح واحد وابن واحد ذو طبيعتين إلهية وبشرية، من حيث اتحاد كلمة الله مع ناسوته في شخص واحد. بارسوبا في شخص واحد. بارسوبا إلى الإخوة هي كلمة آرامية تعني الوجه، ويعني قديما للشخص الواحد وليس اثنين،
بلا انفصال ولا امتزاج ولا انقسام، بل هو اتحاد في شخص واحد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وهكذا تؤمن كنيسة المشرق الآشورية. أما عن تفسير هذه فهنا علينا أن نلاحظ ملاحظة، فالمشارقة أي كنيسة المشرق الآشورية يستعملون لفظ الجوهر كيانا أي الطبيعة للتعبير عن ما يسمونه بالطبيعة. فعندما يقول طيماطيوس اتخذ من مريم الطبيعة البشرية ولبس هذه الطبيعة، إن كلمة الله المولود من الآب منذ الأزل اتخذ جسدا من العذراء مريم وولد منها يسوع المسيح الذي هو نفسه ابن الله الكلمة والإله المتجسد. فيسوع المسيح الكلمة له ولادة أزلية وله ولادة زمنية. لا نعني ولا نقر أن يسوع المسيح هو شخصان، حاشا أن يكون هذا، إنما نعني ونؤمن أنه يتألف من جوهران أي الطبيعة الإلهية والبشرية في شخص واحد يسوع المسيح ربنا وإلهنا، آمين. الخليفة، فإن كان المسيح واحد ليس باثنين، وإن كان اثنين ليس بواحد. فرد الجاثوري قائلا: كما أن الإنسان واحد متحد من جهة التركيبة والوجه، وهو اثنان أيضا، لأن النفس روحانية خفية والجسد ظاهر، هما طبيعتان مميزتان، أحدهما مركبة ومنظورة الذي هو الجسد، والأخرى بسيطة وغير منظورة أي الروح. هكذا كلمة الله بتجسده صار ذو طبيعتين مميزتين، أحدهما إلهية والأخرى بشرية كما قلنا. مع ذلك لا يزال أن يكون شخص واحد، مسيح واحد، وابن واحد من أجل وحدانية شخصه. تفسير: فهنا يجب أيضا أن نلاحظ أن كلمة وجه تعني قديما اسم الشخص، فيقول المسيح شخص واحد بكلمته الأزلية وناسوته البشري، كما أن الإنسان شخص واحد بنفسه وبدنه الجسدي، يضيف بلا انفصال ولا امتزاج أو انقسام أو تشويش بين الجوهرين أي الطبيعتين، بلا انفصال. فالوحدة في المسيح يؤمن بها المشارقة والمشرق طيماطيوس باطريرك كنيسة المشرق. هذا يبين أن إيمان كنيسة المشرق هو إيمان مستقيم مبني على أساس الرسل والأنبياء، وليس له أصل بتعاليم نسطوريوس أو غيره، كما أطلق على كنيسة المشرق النسطورية ظلما. ولم يكن نسطوريوس معلما لكنيسة المشرق، لأنه تكلم للغة اليونانية ولم يتكلم اللغة الآرامية، وهو كان باطريرك في الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، ونحن كنا في الإمبراطورية الفارسية. لم يكن أي اتصال بين الكنيسة البيزنطية أي القسطنطينية وكنيسة المشرق بسبب الحروب الدائرة بين الفرس والبيزنطين، وهذا ما يثبت أن كنيسة المشرق الآشورية، والتي انشق عنها كنيستين هي الكنيسة الكلدانية وكنيسة المشرق القديمة، هي أن إيمانها هو إيمان مستقيم وأرثوذكسي، ولم تتبع أي هرطقات أو بدع. فهذا كان إيمان كنيسة المشرق من البدء، هو أن المسيح المتجسد طبيعتين إلهية وبشرية في شخص واحد، ابن واحد، مسيح واحد، ابن الله الحي، كلمة الله الإله الظاهر بالجسد. هذا هو إيمان كنيسة المشرق. فقال الخليفة: ألم يقل عيسى عليه السلام إنني منطلق إلى إلهي وإلهكم؟ وقد ذكرت هذه الآية في إنجيل يوحنا 20. تفسير: هذا الاعتراض من الأخوة المسلمين نراه حتى أيامنا هذه باستمرار في المجادلات الإسلامية المسيحية. يعتمد المجادلون المسلمون على إنجيل يوحنا اعتمادا على ما جاء في القرآن في سورة آل عمران الآية 51، يقول عيسى فيها: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
فعندما يقرؤون في الإنجيل إني منطلق إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، يؤولون هذه الآية تأويلا إلى القرآن. ماذا يا ترى يجيب المسيحي على هذه الاعتراضات؟ الجاثوليق قال: مخلصنا قال هذه الآية حقيقة، ولكن توجد آية أخرى مكتوبة قبلها تستحق الذكر: إنني ماضي إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. والمقصود من هذا كما في التفسير عندما يقول أبي وأبيكم يعني أبي ككلمة الله، لأنه كلمة الله المولود من الآب، أي إنه إله. وعندما يقول إلى إلهي يعني إلهي بصفة الإنسان يسوع الذي تجسد. وقد أضاف المدافعون المسيحيون توضيحا ثانيا على ما قال طيموثيوس، إذ قال: كان المسيح يقول إني منطلق إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، ولم يقل إني منطلق إلى أبينا وإلهنا. هذا يعني أنه هناك تمييز بينه وبين تلاميذه ولم يفصل بينهم. هذا هو تفسير المشكلة القائمة في الإنجيل. أي عندما يقول أبي فإنه الإله وابن الإله المتجسد، وعندما يقول إلهي أي هو الإنسان يسوع المسيح المتجسد، الإله المتجسد كلمة الله. ففي الطبيعة الإلهية هو أباه، وفي الطبيعة البشرية التي تجسد بها هو إلهه، لأن يسوع المسيح هو إله وإنسان في شخص واحد. فقال الخليفة: يوجد هنا تناقض، كيف يمكن ذلك؟ فإنه إن كان أباه فليس هو إلهه، وإن كان إلهه ليس بأباه. الجاثوليق: أيها الخليفة محب الله، لا يوجد هنا تناقض البتة، هو أباه بالجوهر أي بالطبيعة الإلهية، الكلمة المولودة منه، بما أنه أبوه طبيعيا لأنه إله من طبيعة إلهية، ليس إلهه بالطبيعة، وبما أنه إنسان فهو إلهه بالطبيعة البشرية، لأنه الله الظاهر بالجسد كلمة الله، ليس أباه طبيعيا، إذ هو ولد أزليا كتولد الكلمة من النفس والأشعة من الشمس، وإذ هو مولود من الآب أزليا، مولود من مريم العذراء الطاهرة زمنيا. فواحد هو شخص المسيح الابن من طبيعتين، أحدهما أزلية والأخرى زمنية. هو أبوه بالجوهر أي بالطبيعة الإلهية، وهو إلهه بالطبيعة البشرية بعد أن تجسد، وهو شخص واحد وليس شخصان. الخليفة: كيف يلد الله وهو روح لطيف بغير أعضاء، بغير أوصال الولادة ولا أعضاءها، كما يمكن للروح أن يخلق ويصنع بغير أعضاء فاعلة، أي من غير يدان أو رجلان؟ فكما أنه خلق كل شيء بدون هذه الأعضاء، هكذا أيضا ولد الكلمة دون أعضاء الولادة. وها نحن نرى الشمس تلد شعاعها من النور الداخلي بغير أعضاء الولادة، فإن الله روح بسيط غير مركب، يلد الابن وينبثق الروح من جوهره أيضا. فولادة الروحاني روحانية، كما أن ولادة الجسماني جسمية، وأن كل واحد يخلق ويلد حسب طبيعته. فالخلق الإلهي والولادة الإلهية هي روحانية، وبما أن الخلق البشري والولادة البشرية هي جسدية، وبينما الخلق البشري والولادة البشرية هي جسدية. تفسير: وقد نجد عند أرسطو يا أيها الأخوة والغزالي ما يشبه من بعض الوجوه هذا التحليل. فأرسطو يقول على حد ما نقل عن الشهرستاني: المسألة الثالثة في أن واجب الوجود لذاته عقل لذاته، وعاقل ومعقول لذاته، عقل من غيره أما لم يعقل. أما أنه عقل فلأنه مجرد من المادة، منزه
على اللوازم المادية فلا يحجب ذاته عن ذاته. وأما أنه عاقل لذاته فلأنه مجرد لذاته. أما أنه معقول لذاته فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغيره. من كتاب الملل والنحل صفحة 313. فالله إذن عقل وعاقل ومعقول في ذاته الواحدة، ومثل هذا التثليث في ذات الواحدة لا ينتفي مع وحدانية الله سبحانه، وله المجد كل حين. صلوا أيها الأخوة من أجل أخوكم الراهب المشرقي، والرب ينر عقولنا بكلمته ويحيينا بروحه ويدعونا لنعرفه لكي يتمجد اسمه سبحانه في كل حين. آمين.